الله يسلمك ويخليك. انا من الحله. حياك الله، ايش وقت جيت بغداد؟ لا انا هنا أنا شغله يعني. كل قد تروح للحله؟ والله بصراحه قبل لو هسه. قبل وهسه؟ قبل ناس فضوليين عادي. قبل كنت كل اسبوع اروح اشوف الوالده، بس هسه شويه الامور تغيرت لان صارت مسؤوليات اكبر عندي هنا، فقمت كل شهر كل شهرين، بس هي تجي اغلب الاحيان. تجي هلا بها كل الهلا. شنو المسؤوليات اللي تغيرت عندك؟ يعني كنت اشتغل عامل يعني عند شركه، فاقدر اخذ اجازه كل فتره. هسه صرت انا ابو الشركه نفسها. ما شاء الله، الله يرزقك. الله يسلمك. يقويك. فتحت نفس الشركه نفس الشغل، بس انا فتحت شركه وحدي بالضبط. الله يسلمك. الله يقويك ان شاء الله. رحم الله والديك. يعني أنا أحب الناس اللي تكون معتمدة على نفسها. أنا ما جاي من الدنيا والوالد منطيني ملعقة ذهب، الله وكيلك تمرمطنا. لا. وقفنا على حيلنا وجبنا أول مليون لزمنا، كان بالنسبة لنا 20 مليون. صح. هسه صار المليون رقم نقدر نوصل له لأن اشتغلنا لك سنوات عدت علينا. هو شوف يعني انت اليوم شبابنا بصراحه بالنسبه للوضع العام بالعراق انه القطاع الخاص لازم يشتغل، واحنا يقول ماكو شغل. يعني احنا نقول احنا دائما نقول جيل التسعينات احنا مظلومين. أيوة. فاعتمدنا على نفسنا بصراحه. يعني انا جيت بغداد 2012، كملت كليه الحمد لله والشكر بالنهرين. ورا التخرج بعد قلت انا ما ارجع، انه لازم ارجع انه انا بعد هنا خلاص. فاسست شغل، اشتغلت يعني فتره تقريبا سنتين لحد ما بنيت شيء وقدرت افتح مشروعي الخاص. ما شاء الله. شنو مشروعك؟ عندي سويت شركه مال عطور الحمد لله. ما شاء الله. شوف اني دائما اكون الداعم الاول لكل شخص يتعب على نفسه، فاني شرفني وفرحت لان هذا الكلام اللي حضرتك تفضلت به هوايه ناس تقتدي به، واليوم اللي يشتغل عامل ومؤمن بنفسه انه هو راح يوصل. يعني هي صارت شلون اقول لك تراكمات، يعني كسرة وفاة والدي، وحب علاقة حب فاشلة كانت. عمري جيت من الحلة لبغداد كانت انه لازم اسوي كسرة خشم التحطيمة، لازم اسوي شيء يعني بعد ما بيها مجال، لان كسرتين على قولتهم ضربتين على الراس توجع، فلازم ارجع. ليش انتهت علاقتك؟ يعني رؤوس اقلام ما صارت، يعني ابويا كان الله يرحمه ما وافق ما وافق انه اروح اتقدم لها، كنت بعدني استوني ناجح من السادس واحنا علاقه 7 سنين. يعني هو هذا الحب يصير حب الطفوله، انه ماكو دغش ماكو كذا. عفوي فطري نظيف. فكنت متموعدها انه اخلص سادس اعدادي وانجح، انا على مود نجحت، طبعا انا ما احب الدراسه. زين. فنجحت، ووالدي كان كلش معارض على الموضوع وانا كبير، فقال له انا له هذا الموضوع. ليش كان معارض؟ يعني انه يقول لي انا تزوجت انا صغير، فهذا الشيء مو صحيح، فانت كمل كليه ووراها افتح بزنس خاص بيك ووراها. ليش ما مشيت على ليش ما بقيت تحب؟ ما اضرب فيها بعد. قالت اني انه انت موعدني وصار لك 7 سنين، قلت لها انا مو كذاب، انا جيت ودا اقنع اهلي يعطيني مجال. قالت بعد واكو موضوع انه شلون اقول لك اياها، صارت خطبت ورا شهر ونص توفى والدي. فبعد اي متزوجه. حضرتك؟ انا لا بعدني. ما ادري شو تجي. طيب ليش ما متزوج؟ على كل شيء. يعني بصراحه بعدني قلبي يعني صعب اختار شخص واني قلبي يم شخص ثاني، كلش صعب. فهاي الطاقه السلبيه طلعتها بالشغل. بالضبط. هي ترى الكسرات تولد منك انسان قوي وناجح. لا الحمد لله والشكر، انا هسه بالمستوى اللي انا بيه كلش راضي على نفسي. من كنت يعني جيت بفشل وكسره وكذا، رجعت يعني هسه اهلي هناك يفتخرون بي من انا موجود هنا ببغداد وفاتح شغل وانا مشغل العالم وياي، بدل ما انا كنت اشتغل يم العالم. هم اخوتي اللي يشتغلون وياي، هم غربه كلهم اصدقائي، وكنا كل طلاب كليه سوا، وهسه نشتغل سوا بنفس الشركه. الله يرحمه. وبعد نتطور اكثر واكثر. صحه وعافيه ورزق سلام. ودائما اقول انا اكو شغله، اكو مقوله دائما واحد كان صديقي يقول لي اياها، اقول له من نحكي على الحب وهاي، يقول هاي المقوله دائما اقنع نفسي بيها، يقول جفا يجمع معزتنا ولا عشق يذل اثنين. يعني احنا نبقى بعيدين بس نفس المعنى. ولا عشق يعدي الاثنين. يذل. مو صح؟ فمن توصل مرحله الذله بعد ورا هاي قالت ارجع لك، قلت لها لا افسخ الخطوبه ونرجع، قلت لها مستحيل، رضيتي بغيري ما تصيرين لي بعد.
هسه عندها 3 جهال وانا بعدني ما متزوج. وقلت لك انا جيل التسعينات مظلومين. وانا والوالده هيك. تزوج. تزوج ما تزوج ما يصير قرايبها. ما ادري الله يرحم بحالك. مو والله ربك اولى ما بي. نروح ما نروح للمسيو خلاص. احنا منطقتنا تابعه لقضاء المسيو اذا سمع بي. ما اروح لهناك خلاص، لان تروح تظل امي تعال وليش وبعدك وكذا شوف أنا ما راح أعرف أحكي لك شيء، لأن لازم أكون متحفظة كلش على كل كلمة إنه أنا أحكيها لك، بس جديات رب العالمين أرأف بحال القلوب، لأن هو ربك بعزته وجلاله يقول إنه أنا باوع القلب كم ما باوع الوجوه. يعني الحمد لله والشكر على كل حال. اكو هواي اشخاص يجون يدخلون حياتنا وكذا، بس انا بصراحه مكرس حياتي شغل. الله يوفقك. بس الله يوفقك. ما اريد يسر لك الخير. بعد وقت على هذا الموضوع. على قولتهم هو 12 سنه 15 تتخطى. نوب يومين منزلين اغنيه جديده. جلال الزين ما يقعد راحه. حبيت شغله العطور من وراء عطرها. والله العظيم. وسويت شركه وسويت براند، واول واحد سويت مواليتها وعطرها. يا ربي. والثاني سويت مواليدي وعطري. اللي احب بالي يعني الثاني. زين جلال الزين هم يعني اغانيه تسمعها؟ انا هواي اسمع اغاني بس شعر شويه. جلال الزين يعني ما ادري تحس هيك متقصد هاي الفئه يعني. انه ما انا اشتغل على وحده اشتغل بالعطر عطرك وعطرها قبالي، فالامور كلش مو تمام. الله يرحم بحالك. الله يسلمك ويداوي قلبك الحمد لله والشكر. ويجبر خاطرك، ربك كفيل انه هو يجبر خاطرك. حاشا الاسماء ادعي يستجيب. الحمد لله والشكر. شوفك الله احنا ماشيين بالطريق الصحيح والله. ان شاء الله يا رب. شوفك شرفنا بيك على راسك فاطمه الورده، الله يحفظك. شوفك بخير مع السلامه. لا يا دوختني، انت خليتني اصفن، خليتني اتذكر قصايد كامله. شوفكم بخير بصحه وعافيه. يعني كلش